يا مساء الفل، اخباركم إيه؟ عاملين ايه؟ يمكن النهارده عندنا بس ظروف استثنائيه. هتشرف ان شاء الله بصحبتكم على قناه الحدث الساعه 12 بالليل. انا والزملاء في البرنامج هنتكلم باستفاضه عن ميركاتو نادي الزمالك وعن اهم التحليلات المصاحبه، يعني الاسماء المرشحه ان احنا هنجيبها وكده. فقررت ان اعوضكم بالفيديو ده بدل اللايف اليومي، ومنه برضو نشوف كده ارائكم ايه في محتوى الفيديوهات اللي بنقدمها وازاي نطورها. وإن شاء الله نقدم حاجة تعجبكم يعني. للي أول مرة يسمعني، أنا حليم، محلل رياضي بتكلم في كورة، تمام، فيما يخص شأن نادي الزمالك طبعا. حابب النهارده أناقشكم في موضوع مهم جدا، وهو يعني ملامح الموسم الرياضي السنة الجاية لنادي الزمالك. يعني حابين نستعرض كده التشكيل بتاعنا هيكون عامل ازاي، خاصة ان احنا عندنا مباراة مهمة وهي مباراة السوبر قدام فريق الأهلي يوم 27 الشهر القادم، طبعا زي ما الناس كلها عارفة. وزي ما الناس كلها عارفة برضو إن قائمة القيد الأفريقي هتنتهي يوم السبت بعد بكرة، أو القيد الخاص يعني بمباراة السوبر تحديدا. فعشان كده حابب نستعرض كده مع بعض أهم ملامح التشكيل، وبالمرة لو جت صفقة في أحد عناصر التشكيل هنبدأ نتكلم عنها بشكل مستفيض أكتر من بقية الناس. بس في البداية، لو أنت ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بنقدمها. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تعمل عليه لايك، او تكتب كومنت لو عندك اعتراض على اي حاجة بنقولها او اي نصيحة تنصحها لنا، لان ده بيزود الانتشار لينا وبيخلي عدد زملكاويه كتير يشوفوا المحتوى بتاعنا، وبيساعدنا على الانتشار. وكمان ده حاجة بتبقى دافع وحافز لينا ان احنا نستمر في تقديم نفس المحتوى ونطور منه. وان شاء الله عندنا خطة قوية الفترة اللي جاية لتطوير المحتوى اللي احنا بنقدمه يعني. دلوقتي بنشتغل على استوديو ان احنا نعزل فيه صوت، بنشتغل على ساوند سيستم بشكل كويس، على لايتنج سيستم. في حد عندنا بدأ يشتغل في قصة المونتاج، فان شاء الله هنتطور شيء في شيء، ومش هنشتغل بالشكل العادي اللي بيتقدم في كل محتوى اليوتيوب. لكن هنحاول ان احنا نقدم رسالة مختلفة انت تحتفظ بيها حتى كزملكاوي، وتفخر بيها يعني، وثائقيات والشغل ده كله. عشان كده يهمنا ان حضرتك تكون عضو معانا في قناتنا، وتساعدنا بشكل اكبر ان احنا نكمل في اللي احنا بدأناه مع بعض. نبدأ بتشكيل نادي الزمالك المتوقع ان شاء الله في لقاء السوبر، ولما الميركاتو يتم ان شاء الله نبقى نرجع تاني نعيد تقييم هذا التشكيل. في حراسة المرمى أنا مش شايف للأسف اختيارات كتير بالنسبة لنادي الزمالك. يعني احنا عندنا محمد صبحي هو الحارس مش الأساسي، هو الحارس الوحيد. معاه محمود الشناوي الحارس الشاب طبعا، اللي أنا برجح إن هو يخرج للإعارة وياخد احتكاكات كبيرة. فمحمد صبحي طبعا يعتبر هو الحارس الأكثر لياقة لخوض هذا اللقاء. الزمالك محتاج إن هو يعني يجلب صفقة أخرى بحيث إن هو تساعد صبحي. طبعا في الميركاتو في كلام على جنش، لأن حتى البلعوطي حارس إنبي يعني قال إن هو اتنقل لفريق البنك الأهلي. فما عندناش كلام كتير يخص محمد صبحي. أنا بشوف إن محمد الحارس يجي منه كتير جدا في المستقبل، وإن كان حتى الآن يعني ما عبرش عن نفسه بالشكل اللي يليق بيه يعني. لما ننتقل لقلبين الدفاع هنتكلم عن حمزة المسلوسي، طبعا مساك نادي الزمالك الأساسي والمنتخب التونسي. حمزة أنا بشوف إن هو من اللعيبة الكويسة جدا اللي بتقدم مستويات هايلة، واللي بيأوفر بيرفورم زي ما بيقولوا كده، أو بيقدم مستويات فوق المعتاد بتاعته في الفترة الأخيرة. فأنا مش قلقان خالص من وجود حمزة في هذا المركز. بجواره طبعا يعني بنسبة 99% هيكون حسام عبد المجيد، لأن حتى الونش يعني يقال ان هو هيرجع في منتصف اكتوبر او في اخر اكتوبر للمشاركه بصفه اساسيه يعني. هو الحمد لله تجاوز مرحله الشفاء، ودلوقتي دخل في مرحله التاهيل. يقال ان هو يعني هيجري على العشب قريبا. في ناس تقول ان هو بدأ عشان شفناه في صور تدريب نادي الزمالك. ده من فيما يخص قصه الونش. اما فيما يخص المساكين اللي الزمالك بيفاوضهم، اعتقد ان احنا ما عندناش اوبشنز كتير. حتى الاسماء اللي احنا بنتحرك فيها هي ما تلعبش على الاساسيه على حسام عبد المجيد. يعني في محمد اسماعيل اعتقد اللي هو لاعب زد، انا بشوف له هو لاعب كويس ويجي منه. في لاعب بتاع محمد بتاع الجونه اللي كنا بنفاوضه في يناير الماضي، اسمه احمد مجدي تقريبا او حاجه زي كده، او احمد حسام، مش متذكر الاسم كويس. فاعتقد يعني ان احنا وفقا للتجانس بين حمزه وحسام هنكرر الثنائيه دي في لقاء الاهلي. انا اشوف ان حسام لعيب كويس جدا،
ولعيب واعد ولعب عدد كبير من لقاءات القمه فيما مضى، وما كانش في اي غلط من ناحيته بصراحه. ودي حاجه تحسب لحسام وفقا لسنه، وحسام مقدم وجه مغير في الاولمبياد، فنتمنى ان شاء الله ان هو يعبر عن نفسه بشكل افضل ان شاء الله في هذه المباراه يعني. بالنسبه للباكات يعني يمكن عندنا عمر جابر حاجز مقعد بصفه اساسيه، طبعا دعمنا هذا المركز باحمد محمود، لاعب كويس كان مقدم مستويات كويسه مع الجونه، انا تابعته بصفه شخصيه يعني، وشايف ان هو مستقبل في هذا المركز. لكن اعتقد ان عمر بشكل كبير بيقدم مستويات كويسه، عامل موسم كويس السنه اللي فاتت رغم سوء النتائج بالنسبه لنادي الزمالك، عامل 6 اسهامات تهديفيه في بطوله الدوري واحرز هدف. وعمر يمكن من افضل مواسمه في الكوره رغم ان هو 32 سنه ولعب مواسم كتير سابقه، بس من افضل المواسم اللي قدمها معانا. فاحنا بنثق ان شاء الله في عمر في هذا المركز. في ناحيه الشمال هتكون طبعا الحديث عن اول صفقاتنا اللي هو محمود بن تايج، اللاعب المغربي طبعا القادم معار من صفوف سانت تيان. محمود يمكن انا قريت له تحليلات كتير وشفت زملاء كتير بيتكلموا عنه، ويمكن مشكله محمود ان هو الداتا الرقميه مش واقفه في صفه. يعني هو لاعب ما تقدرش تخرج له ارقام تعبر عن جودته، لكن لما بتتفرج عليه بتشوف الوضع مغاير تماما. في لايف سابق هحطه لكم في الديسكريبشن كنا بنتكلم على جزئيه ان هناك فرق بين المهارات الفنيه لكل لاعب وبين المهارات التكتيكيه، وقلنا ان المهارات الفنيه دي هي امكانيات اللاعب الفرديه اللي بيتمتع بيها، ودي يسهل التعبير عنها بالارقام زي التسديده، المراوغه، الركض بالكره، مثلا صناعه الاهداف، تسجيل الاهداف، الالتحامات الارضيه، الالتحامات الهوائيه، الانترسبشن او قطع الكرات، دي كلها امكانيات فنيه يمكن قياسها بالارقام. عكس المهارات التكتيكيه او الامكانيات التكتيكيه دي امكانيات اللاعب بدون كره، وده بالظبط هو دور المدير الفني او الكوتش في المهام اللي بيطلبها من اللاعب في الحركه بدون كره لمسانده فريقه، سواء بقى في الوضعيات الدفاعيه او الهجوميه او الارتداد وكل وضعيات يعني الكوره، سواء الكوره كانت في حوزه فريقك او حتى في حوزه الفريق الخصم. انا بشوف محمود جاي، يعني محمود بن تايج هو لاعب قادم وقادم بقوه، وانا اعتقد ان هو عنده حاجه يقدمها، لان نادي سانت تيان ده من الانديه اللي بتقدر ان هي تختار اللعيبه اللي عندها مستقبل واحد. ويمكن قبل كده شفنا ان هم اختاروا مصطفى محمد، ودلوقتي مصطفى محمد بيقدم مستويات رائعه يعني. فكون ان هو اتنقل من الدوري المغربي الى الدوري الفرنسي يبقى معنى كده ان هو عنده حاجه يقدمها. كون ان هو ما نجحش او ما قدمش مسيره ناجحه مع النادي الفرنسي فده سبب ادعى لان الزمالك يجيبه. ما هو لو اللاعب كان قدم مستويات كويسه ما كانش الزمالك يقدر يتعاقد معاه. الى جانب بقى جزئيه مثلا زي ان النادي الفرنسي صعد للممتاز او ليج زي ما بيقولوا كده، فاكيد هو محتاج ان هو يابجريد الاجانب اللي عنده، محتاج اجانب اقوى وخلافه. فاللاعب اتى معارا لمده موسم مجانا، وهناك بند تفعيل شراء الموسم المقبل ب $600,000. فانا اعتقد انها صفقه متلائمه مع امكانيات نادي الزمالك ومع ظروفه، وتكون مناسبه برضو اكتر عند عوده احمد فتوح ان شاء الله. ربنا يفك ضيقته في المشكله اللي هو بيتعرض لها. محمود كمان مميز في الاوفرلاب، في الاندرلاب، في ان هو بيعمل سويتش مع الجناح بشكل كويس، مميز في ان هو بيدخل في الممرات الداخليه، يقدر يتبادل التمركزات مع الجناح اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه. فانا في تقديري انها صفقه مقبوله وصفقه مربوحه وصفقه ممكن تفيد نادي الزمالك، جايه طبعا مجانا، ولو ما قدمش المستويات اللي احنا بنأملها فيه نقدر ما نفعلش بند الشراء الموسم القادم. هنروح لثلاثيه وسط الملعب، واحنا طبعا عندنا في رقم 6 دونجا. ويمكن دونجا من اللعيبه المحيره شويه، يعني هو الموسم ما قبل الماضي قدم مستويات سيئه في موسم اوسوريو مع مع فيريرا في ولايته الثانيه، ثم قدم بدايه موسم السنه دي كويسه، يعني بدأ مع عمر جابر الموسم الحالي يقدمه وجه مغاير تماما. ولكن دونجا من بعد الكونفدراليه وهو مفقود، يعني لم يعود مره اخرى دونجا الذي نعرفه، ودي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. البعض ربط ده بسبب مجاورته لعبد الله السعيد، يعني ان هو بيظهر بشكل كويس لما يكون في لاعب زي عبد الله السعيد، ولما بيغيب عبد الله بيظهر دونجا بمظهر مش ملائم يعني. البعض شايف ان ده قله تركيز من اللاعب. انا في وجهه نظري ان دونجا يستحق ان هو يكون في تنافس على مركزه. يمكن زياد كمال برضو ما قدمش المستوى المرجو منه، لاعب مقدم يعني طول الوقت اما مصاب او في وزن زايد، ما قدمش
انا بالنسبه لي كنت معجب جدا بزياد كمال على فكره قبل ما نجيبه من انبي، لكن ما قدمش المستوى المرجو منه. فهو دونجا يعني لا يشعر بالمنافسه على مركزه، فانا كنت امل ان احنا نجيب لاعب في هذا المركز، لاعب يعني اما في مستوى دونجا او افضل من دونجا، ينجح ان هو يتقاسم دقائق دونجا. يعني اذا وجد هذا التحدي على هذا المركز، يعني ممكن لا يرقى بمستوى دونجا والراجل البديل بتاعه كمان. عشان كده انا بشوف ان دونجا غير كافي في هذا المركز. هناك ترشيحات ان محمد شحاته يقدم هذا الدور. انا بشوف ان محمد شحاته لاعب مميز جدا، ولاعب فيه كل الامكانيات اللي تديله افضليه في هذا المركز. لكن محمد شحاته يعني في حته الزيادات، يعني يحب ان هو ينطلق طول الوقت، يحب ان هو يندفع بدنيا، بيقدم مسانده بين الخطوط. فانا يعني مش حابب احصر لاعب بامكانيات شحاته في مركز رقم 6. بالعكس انا شايف ان هو ممكن يتطور ويبقى رقم 8 واعد جدا بديل لعبد الله سعيد في المستقبل. انتهينا من الكلام عن رقم 6، ننتقل لرقم 8. طبعا عندنا واحد من ايقونات الكرة المصرية ومن الناس اللي ابدعت في هذا المركز، وانا ضد اراء الناس اللي بتتكلم ان عبد الله السعيد المفروض نغير مركزه من 8 ل 10 بحيث ان هو يبقى قريب من يعني 18 ويزود معدلاته في التهديف والكلام ده كله. انا بالنسبه لي الدور اللي بيقدمه عبد الله السعيد في رقم 8 مع نادي الزمالك هو دور ما فيش اي لاعب مصري بيقدمه على الساحه حاليا. هو دور شبيه جدا بالدور اللي كان بيقدمه فرجاني ساسي من موسمين 3 مع نادي الزمالك. عبد الله السعيد من مهامه او يعني الحاجات اللي هو مكلف بيها ان هو بينزل بين قلبين الدفاع، يستقبل الكوره ثم يعيد تدويرها. وده امر صعب جدا. يعني لما بيبقى اي فرقه تحت الضغط، فبطبيعه الحال اي لاعب بتجيله الكوره من دفاعاتنا عليه ان هو يشتت الكوره. اذا تم تشتيت الكوره بشكل خاطئ، بيتم استرجاع الكوره من الفريق الخصم ثم اعاده الضغط مره اخرى على فرقتنا. فوقت مرحله من المراحل لما كان وسط ملعبنا لعيبه زي عمرو السيسي ولاعيبه زي مش عارف رؤى، وده كان وسط دفاعنا، كنا بنجد ان الزمالك هو طول الوقت مضغوط، هو مش عارف يطلع من الضغط. ايه السبب؟ السبب ان لما اي لاعب من دفاعاتنا بيستقبل كوره في المناطق الخلفيه كان بيشتتها بشكل غير ممنهج او غير مدروس، فبيسهل استرجاعها. لكن في وجود عبد الله السعيد المعضله دي اتحولت تماما، ودي امكانيات فرديه بقى يتفرد بيها هذا اللاعب عن يعني عن الناس اللي زيه، بدليل ان هو بقى 40 سنه وهو بيلعب وبيلعب بصفه اساسيه. ده اكبر دليل قوي ودامغ ان انت مش قادر تعوضه. هذا اللاعب عنده من المقدره ان هو بيستخلص اي كوره في مناطق خلفيه او بيستلم الكوره في مناطق تحت الضغط ثم بيقف عليها لثواني. يعني احنا مضغوطين، لكن هو عنده القدره على الاحتفاظ بالكره لبضعه ثواني، تمام، ثم يعيد تدويرها. بيمرر بشكل صح، يعمل اللونج بول، يعمل شورت باص، يعمل كره عكسيه للجناح، يعمل كره عميقه للمهاجم زي ما شفنا مثلا في مباراة الأهلي في الكرة بتاعت أعتقد سيف الجزيري، عمل أكتر من كرة بنفس النمط ده. فأعتقد إن النوعية بتاعت عبد الله هي متفردة جدا. أتمنى إن إحنا برضو نشوف له بديل وفقا للسن بتاعه، وفقا ل إن هو مش هيقدر يقدم مستويات بدنية على مدار الموسم في كل دقايق اللعب في كل البطولات. فنتمنى نشوف له بديل كويس. انا يعني بحكم متابعتي الضيقه للدوري المصري انا بشوف ان محمود صابر لاعب بيراميدز هو اقرب حد لتعويض هذه النقطه. لما نتنقل للمركز 10، ويمكن مركز 10 من اكتر المراكز المحيره في الكره المصريه في الوقت الحالي، بسبب ان كل مدير فني بيبقى عنده متطلبات معينه في المركز ده. في الحالة مركز 10 في مسار الكرة كله المصرية أو حتى العالمية تم إعادة توظيفه في أكتر من مرة. يعني في ناس مثلا تحب إن تالت نص الملعب ده يبقى رقم 8، برضه بيعيد تدوير الكرة وبيزود الصلابة الدفاعية. في ناس بتفضل إن هي تلعب برقم 10 كلاسيكي، اللي هو مجرد لاعب بيستلم الكرة بين الخطوط ثم يصنعها، بيسموه كرييتور، تمام. اللاعب الكرييتور ده يعني اعتقد ما كانش له اي واجبات دفاعيه، حتى زياداته الهجوميه ما كانتش كتير. البروفايل اللي هو بتاع حازم امام وابو تريكه والاسماء اللي زي كده اعتقد ده اندثر كتير في الكوره. وفي دلوقتي اصبح 10 بمهام 9 ونص، يعني لاعب بيدخل البوكس كلاعب مهاجم تاني، يعمل الزياده الهجوميه، ياخد الكره التانيه، يقدر يستغل اي تشتيت خاطئ من دفاعات الخصم.
ويعيد استغلال الكوره ديت، يعني بيسموها الكوره الثانيه. ده كان البروفايل بتاع اوباما، وممكن بيقدم الدور ده دلوقتي ناصر ماهر مع نادي الزمالك، واوقات احمد حمدي زي ما شفنا مثلا احرز هدف بتاع بركان طبعا الايقوني. ف يعني في ناس بتحب تلعب 2 رؤوس حربة وبتلغي مركز العشرة ده خالص، بيبقى عبارة عن 9 و9 ونص، 2 في البوكس، واحد بيسحب المدافعين للخارج، وسترايكر تاني بيقطع في المساحة. فهناك توظيفات مختلفة لهذا المركز، لكن إذا دخلنا إلى عقل جوميز فهو بيحب نوعية اللاعب اللي بيقدم الواجب الدفاعي أولا، ثم يقدم الزيادة الهجومية على استحياء. ليه جوميز بيفضل النوع ده من اللاعبين؟ لأن جوميز من نوعية المدربين التي ترى أن الحيازة على الكرة هي أفضل طريقة لتأمين مرماك. هو شايف إن أنا لما أعمل عدد تمريرات كتير جدا أستحوذ على الكرة بنسبة مئوية عالية، ده شيء قادر إن هو يخليه محتفظ بالكرة أطول وقت ممكن، وبالتالي قادر على خلق فرصة في أي وقت، وبالتالي يهدد مرماه بأقل عدد من الفرص. هو طبعا منطق كويس ومنطق عظيم، لكن لما نيجي نتناول اداء المدرب في وقت لاحق هنجد ان مثلا ان دي سياسه بتفقدنا بدنيات كتير جدا، بتخلي الفريق يهبط على المستوى البدني، يعني بدايه مثلا بدايه 60 او 70، فبالتالي لازم أن يكون في بنش قوي ولازم أن يكون في مداوره. يعني القصه دي نبقى نستطرقها اكتر لما نيجي نتكلم على جوميز. لكن احمد حمدي وناصر ماهر بيقدموا الحته اللي هو بيحبها جوميز، بيدوله اوبشنز ان انا ازود استحواذ على الكرة واعمل تمريرات دقيقة بتصنع خطورة، وفي نفس الوقت برضو ممكن اقدم دور الوسط المساند مع ثنائي دونجا وعبد الله سعيد. فبالتالي انا بشوف ان هذا المركز وجدنا فيه ضلتنا. اوباما خرج منه، يمكن اوباما من اللاعبين اللي كانت بتقدم دور المهاجم الثاني بشكل كويس، لكن لما نيجي نتناول ملف المهاجم في نادي الزمالك هنجد ان في اكتر من بروفايل يقدم الدور اللي بيقدمه اوباما. ننتقل الى الاجنحه. طبعا عندنا احمد زيزو ايقونه نادي الزمالك طبعا، ومن اللاعبين الكبار، واللي اعلن بالامس ان هو مستمر مع الفريق الموسم القادم. طبعا ما نعرفش تفاصيل، هل هو مثلا هناك نيه انه يجدد ولا هيمشي مجاني، فاحنا حابين نكمل الفيديو بتاعنا في اطار الفني ولا نتطرق يعني لاي امور اخرى. هو جناح يليق بنادي الزمالك والانديه الكبيره يا جماعه. ليس هناك فارق بين الجناح وبين المهاجم، يعني لازم الاجنحه تكون مساهمه في عمليه التسجيل وبالتبعيه في عمليه الصناعه. يعني انت دورك الاساسي هو الصناعه، هذا ما وجدنا عليه الكره زمان، تمام. بس الكلام ده كان امتى؟ لما كنا بنلعب بخطط زي 4-4-2، كنا بنجد ان هناك طرفي ملعب، جناحين، ثم ثنائي هجومي. فكان الدور المكلف في الجناح في الكرة العالمية كان دور قائم على صناعة الأهداف فقط. لكن اما نيجي دلوقتي ندور على تطورات الكوره، وان الخطط الرقميه بدات تتحول باللعب براس حربه واحد، واوقات راس حربه وهمي يعني بدون راس حربه خالص، فاصبح الجناح مطالب بعمليه تسجيل الاهداف تماما كصناعه الاهداف. يعني هذا الدور لا يقل عن هذا الدور. فبالتالي اي جناح مش هداف هو لا يليق بنادي الزمالك، اي جناح مش هداف هو لا يليق بالانديه الكبيره، تمام. لذلك هتجد مثلا ان احنا عندنا مشاكل مع مهاب ياسر، مع محمد عاطف. هتيجي مثلا الفرق المنافسه، الاهلي عنده مثلا مشاكل مع طاهر، مع عبد القادر، تمام. دي كلها تبعيات ان انت تبقى جناح وما عندكش فاعليه هجوميه قويه على مستوى الصناعه اولا، ثم التسجيل في المقام الثاني. لذلك زيزو هو بروفايل يليق بنادي الزمالك، يستحق ان احنا نراهن عليه الموسم القادم، ولكن انا بشوف ان زيزو يحتاج الى بديل كفء يريحوا بعض الدقايق، لان زي ما احنا بنشوف كده المواسم بتاعتنا اصبحت مواسم ماراثونيه وبتلتحم في بعضها، ولاعبتنا مش بتحصل على قسط كبير من الراحه، يعني خاصه ان انت لو بتنافس على اكتر من معترك. ننقل لناحيه الشمال، ويمكن هي يعني دلوقتي بعد ما اتضحت بعض ملامح ميركاتو الزمالك، هي اصبح دلوقتي المركز الذي نعاني منه، رغم ان هو كان اهم مركز واولى مركز بالتدعيم. في الجناح الشمال نحن نمتلك مصطفى شلبي. انا بشوف ان مصطفى شلبي لاعب معقول مجتهد بيقدم مستويات يعني ابو داون بتزيد وبتقل، لكن انا مشكلتي الكبيره مع مصطفى في امكانياته التكتيكيه مش في امكانياته الفنيه. يعني هو لاعب على فكره في الواحد على واحد كويس، لاعب برضه الى حد ما عنده قدره على الوقوف على الكوره، عنده قدره على مثلا التسديد من مسافه، عنده قدره على ارسال العرضيه اللي هي ابجديات
الجناح عنده، لكن مشكلتي مع مصطفى ان هو زيرو تفكير داخل الملعب. وده سبب طبعا ان هو لاعب وصل لحد سن دلوقتي 30 سنه، ما اتعاملش مع مدربين او مديرين فنيين بيدوا له ادوار تكتيكيه داخل الملعب، او غذوه افكار كرويه، او فهموه ان الحركه بدون كوره داخل الملعب هي اهم من الحركه بالكوره. تمام. يعني في العالم كله دلوقتي اصبح ما يسمى بفكره الانفيرتد وينج. ايه هو الانفيرتد وينج؟ اللي هو الجناح المعكوس، اللي هو لما مثلا اللاعب يبقى من ناحيه الشمال على الجناح الايمن ان هو يضم كمهاجم تاني في منطقه الجزاء، ولما اللاعب يبقى الناحيه الثانيه ناحيه اليمين على الجناح الايسر انه ينضم لمنطقه الجزاء. ده منظور الانفيرتد وينج. عشان كده زي ما كلمتكم من شويه ان الانديه استغنت عن 2 رؤوس حربه واصبحت تكتفي براس حربه واحد. طب ازاي يا جماعه هنلعب براس حربه واحد واحنا بنقابل فريق خط ظهره مكون من 4 منهم 2 مساكين؟ هل يعقل ان انا احط مهاجم واحد في وضعيه على 2 مساكين؟ هنا بقى بيظهر دور الانفيرتد وينج، اللاعب الذي يقدم الزياده الهجوميه لمسانده المهاجم فيصبح مهاجم ثاني. الدور ده زيزو بيقدمه كفاءه منقطعه النظير، وكان بيقدمه مثلا لاعب زي بن شرقي في فتره من الفترات معانا. مصطفى الحته دي عنده بينها وبينه حاجز. مصطفى بيجيد جدا على الخط، من اللعيبه الكويسه على الخط. تمام. بس لاعب الخط ده انا ممكن يبقى وينج باك، ممكن يبقى باك، لكن فكره جناح في الكره الحديثه، جناح في الكره الحديثه يعني مهاجم. جناح في الكره الحديثه يعني مهاجم. عشان كده لما هنيجي نستعرض في مركز المهاجم هنجد ان في لاعبين بتجيد في اكتر من مركز، لان ده متطلبات العصر زي ما بيقولوا كده. عشان كده مصطفى مشكلتي معاه في الناحيه التكتيكيه، ما بيدخلش في الممرات الداخليه، بيفقد الكره كتير جدا. عنده مشكله في الدخول للممرات الداخليه لان هو غير قارئ جيد للملعب. يعني هو ما بيشوفش الفجوات او المناطق اللي فيها ديفوهات عشان يبدا يقدم فيها كثافه عدديه. مصطفى بحس ان هو بيخاف يفقد التمركز بتاعه، بيسموه لوس اوف بوزيشننج، فعشان كده هو بيلتزم بالخط طول الوقت. فعشان كده انا كنت بشوف ان هذا المركز كان يجب تدعيمه بلاعب بروفايل مختلف عن مصطفى، بحيث ان مصطفى يكون يعني امتداد للاعب الاساسي. احنا في فتره من الفترات سمعنا عن اقتراب بن شرقي. انا بشوف طبعا ان بن شرقي هو من افضل اللاعبين اللي دعم الجبهه دي بشكل كويس. بشوف ان هو بينطبق عليه مقوله الانفيرتد وينج دي بشكل خرافي. لاعب كمان مميز في صناعه الاهداف مش بس في التسجيل. لاعب يعني شبه متكامل ما شاء الله عليه، يعني ايام ما كان متواجد معانا في الزمالك وحتى الموسمين اللي هو خرجهم رغم يعني انخفاض نجمه شويه، بس كان محافظ على قدرته على الاحتفاظ بالكوره والركض بالكوره والاسهامات التهديفيه والتسجيل والصناعه. يعني لاعب متكامل عنده كل الامكانيات الفنيه بصراحه يعني، ولاعب دماغه فيها كوره وعنده من المهارات التكتيكيه اللي ترضي طموح اي مدير فني. لذلك انا بشوف ان تدعيم الجناح الشمال بلاعب اجنبي مميز هو فرض على مجلس الاداره، وعليها ان هي تفطن لحاجه زي كده. سمعنا كلام عن لاعب زي صديق أجولة، انا اشوف انه لاعب واعد جدا ولاعب كويس جدا، بس انا اخشى من نفس فكره ان هو يكون اللاعب على المستوى الفردي لاعب كويس، لكن لما بنيجي نلعب في وسط منظومه بيبقى في عندنا مشاكل. اتذكر مثلا لاعب زي رزاق سيسي، ده كان جناح مميز جدا، كان بيخرج اعاره للاتحاد السكندري يعمل قلبان هناك، يروح مش عارف البنك الاهلي يعمل شغل عالي، يجي في الزمالك ما يلعبش. ليه؟ لان هو لاعب في ارقامه الفرديه موجود ومميز وخطير، هو ما عندوش مشكله ان هو يحمل الكوره اكتر الوقت ممكن، لكن لما نيجي نلعب بقى في اطار منظومه هي دي بتبقى مشاكلي مع اللعيبه الافارقه تحديدا اللي هم اصحاب البشره السمراء، ان هم ما بيبقوش متغذيين كفايه بافكار تكتيكيه. وكمان عامل السن والاحتكاكات والخبرات اعتقد بتصب في مصلحه بن شرقي عن صديق أجولة في النهايه. يعني ده او ده كل الدعم ليهم. نتمنى بس ان احنا ندعم في هذا المركز بشكل كويس. ننتقل لمركز المهاجم، ويمكن هو اصبح من اولويات التدعيم بالنسبه للسير جوميز، وده واضح جدا من قراءة هذا المدرب لأفكاره التكتيكية والفنية. جوميز من أصحاب نظرية إن الفرقة كلها تخدم على المهاجم. يعني بمعنى أصح هو عايز المهاجم بتاع المقشرات. يعني أنا هخلي الفرقة كلها تستحوذ وتدور الكورة وتصنع الفرص، وكل ده في سبيل تلميع المهاجم في المقام الأول. وده سيستم لعب موجود في أندية كتير جدا، منهم مثلا جوارديولا اللي كان عنده مشاكل كتير جدا إلى أن وجد ضالته في هالاند اللي أصبح هداف الفريق وهداف من هدافين العالم دلوقتي. وكان دايما بتبقى مشكله جوارديولا كانت في الانهاء بالمناسبه، رغم امتلاكه العديد والعديد من اللاعبين المميزين
في كل الامكانيات الفنيه والفرديه، لكن هو كان عنده مشكله تهديفيه واضحه. فانا اعتقد ان هذه المشكله ايضا واجهتنا في وجود مع جوميز، خاصه يعني وفقا لاسلوب اللعب اللي احنا بنلعب عليه. فكان لابد ان هو نتحرك في مهاجم. في الحقيقه انا حسب ما سمعت ان الاداره تحركت في ملف كريم البرقاوي، وسمعت كمان ان هو اقترب جدا، يقال ان هو بالفعل يعني استلم تذاكر وصول القاهره، بس يعني عنده ظروف شخصيه منعته عن ده. انا بشوف ان كريم يعني يغذي افكار جوميز، او يعني هو البروفايل الذي يعني يحتاجه جوميز. لاعب متحرك ومتحرر، فهيساعدنا في عمليه الباسنج وعمليه التدوير اللي هو يعني اهم حاجه في شغل جوميز. تمام. لاعب هداف بالفطره، بيهدف من اي وضعيه، بيهدف برجله اليمين، معدلاته التهديفيه كمان برجله الضعيفه كويسه اللي هي الرجل اليسرى. راجل معدلاته التهديفيه كويسه جدا من حيث الاستمراريه. يعني هتجد ان هو الراجل بيلعب 6 أو 7 مواسم ورا بعض بيقدم نفس المستوى بشكل متصاعد. يعني ايه اداء تصاعدي؟ يعني مثلا لما نيجي نبص على معدلاته التهديفيه مع حسنيه اغادير، هتجد ان هو كان بيحرز هدف كل 3 مباريات. يعني احرز 47 هدف في 149 لقاء. اما نيجي بقى نتكلم على مبارياته مع نادي الرائد السعودي، هتجد ان هو احرز 52 هدف في 106 لقاء بمعدل تهديفي هدفين كل مباراتين او هدف كل مباراه. تمام. فبالتالي انا هنا قدام لاعب بيابجريد نفسه، يعني بيتصاعد. مشكلتنا مع الزمالك او مشكلتنا في الكره المصريه عموما ان في بعض اللاعبين بتتالق لمده موسم، وتيجي بعد الموسم ده بتبدا مستواها يتاثر لعوامل بقى نفسيه او خارجيه، او بتبقى ساعات هناك فلاتات في الكوره يعني. زي مثلا باسم مرسي، عكس اللاعب اللي هو عنده استمراريه، ده لاعب اطمن لوجوده. لاعب زي كريم البركاوي، لاعب زي اشرف بن شرقي، لاعب زي زيزو، كل من هو يمتلك استمراريه. عبد الله عمر، يعني الفرقه دلوقتي اصبح عندها لعيبه كتير وعندها معدلات استمراريه كويس، ده بيخليك مطمئن وعندك شيء من الثقه في ان انت تعمل موسم كويس الموسم القادم. فكريم صفقه رابحه بكل المقاييس، برضو بخصوص الادعاء بتاع ان هو قصير القامه وبالتالي غير مميز في ارسال الكرات الرأسيه او التهديف بالراس يعني. يكفي القول ان احنا نقول ان الراجل في مسيرته الكرويه احرز 100 هدف، كان منهم 17 هدف بالراس، يعني 17%. لو انت رحت مثلا معدلات التهديف بتاعت كريستيانو ولا زلاتان، احسن مهاجمين في العالم، مش هتجد ان هم يعني متجاوزين البرسنت دي بشكل كبير. هو فكره اصلا الاهداف بالراس عمرها ما هتتفوق على التهديف بالقدمين، لان هي كره قدم في الاول وفي الاخر يعني. فانا بشوف ان هو صفقه كويسه، ابجريد للمركز ده نادي الزمالك. الزمالك دايما عنده مشكله في بروفايل المهاجم، اما بيبقى عنده المهاجم المحطه اللي بيخلص من نص فرصه، وده في الغالب بيبقى مراقب من المساكين بتوع الخصم، او عنده اللاعب المتحرك المتحرر الذي يعني يستهدف المساحه وبيهرب من المدافعين وكل الكلام ده. بس هذا اللاعب تجد ان فعاليته التهديفيه ضعيفه، زي سيف الجزيري مثلا. فانا بشوف ان كريم البركاوي هو ابجريد كويس لمركز المهاجم لنادي الزمالك. في هذا المركز عندنا سيف الجزيري، ما اعرفش اوضاعه ايه، هل هو هيستمر هل هو هيرحل. اشوف ان لا، سيف لعيب كويس، لعيب عنده مقومات بدنيه وفنيه هايله في حته الركض بالكوره، مهاجمه المساحه، كل الكلام ده. لكن انا عندي مشكله واضحه جدا مع سيف، وتقريبا مشكله كل زملكاوي معاه في عمليه احرازه للاهداف. هو عنده مشكله كبيره جدا في اضاعه الفرص السهله، يعني مش حتى الفرص الصعبه. فبالتالي انا بشوف ان سيف اذا استمر فهو هيكون بديل كويس لكريم، وهيكون امتداد ليه، وقد نعتمد عليه بصفه اساسيه في بعض المباريات. ممكن مستوى كريم يرفع من مستوى سيف، مفيش مشكله خالص يعني ان لعيبتنا كلها تستفيد. عندنا في المركز ده حسام اشرف، واحد من اللعيبه الكويسه، حابب ان انا اديله حقه برضه. ممكن ابقى اعمل عنه فيديو منفرد، لانه لاعب مميز واشتغل على نفسه كتير واتطور كتير، وواحد من هدافين الدوري المحلي الموسم السابق. بس انا كل اللي انا بتمناه مع حسام ان هو ياخد دقايق. يعني هذا اللاعب اذا تم وضعه رقم 3 في مركزه، فالافضل خروجه معارا، لان احنا مش حابين نرمي لعيبه على البنش وخلاص. هذا اللاعب جودته بتيجي من ان هو ياخد دقايق كتير، خاصه مركز المهاجم هو مركز حساس جدا. مفيش حاجه اسمها هنزل مهاجم 5 دقايق و10 دقايق في كل مباراه وهطالبه ان هو يهدف. لا، هو لازم ياخد 70 80 دقيقه كل لقاء، 50 دقيقه، 40 دقيقه، عشان اقدر اشوف هو معدلاته ازاي في التهديف. وكمان اوقات انت بتنزل المهاجم او بتعمل تغيير المهاجم دي وانت فريقك في وضعيه
مش كويسه، متاخر في النتيجه مثلا، او بتبحث عن هدف المكسب او هدف التعادل، فاجي انزل لاعب صغير او حتى لاعب كبير وفي عدد دقائق صغيره وبطالبه ان هو يحرز هدف، فانت كده بتضع على كاهله اعباء اكبر يعني. اخيرا عندنا في هذا المركز سامسون، وانا بصراحه يعني اتمنى رحيله باي شكل من الاشكال، يتم بيعه واعارته، يتحط في وضع قائمه انتظار. هو عموما ده اخر موسم ليه، الموسم القادم اتمنى ان الاداره تتخلص منه، خاصه في ظل احتياجنا الى جناح شمال. فعلى الاداره ان هي تحاول انها تتخلص منه. اعتقد ان الزمالك بمثل هذه الاسماء التي تتردد هو قادر ان هو يقدم مباراه متكافئه مع الاهلي في لقاء السوبر، وان كان الاهلي اكثر خبره واكثر حيطه مننا يعني في هذه الامور، صفوفه مكتمله اكثر، عنده بنش قوي، عنده تناغم وثبات في التشكيل، عنده يعني في سيستم واضح بيشتغل عليه. لكن المباريات اللي هي مكونه من 90 دقيقه ديت يعني ما احبش ان انا يعني ايه اقول لكم هي محسومه لاي نادي على حساب نادي. هذه المباريات خارج التوقعات. يعني عارف مثلا لو هذا اللقاء مكون من لقاءين ذهاب وعوده، يعني كنا ممكن هنقول هيبقى صعب ان الطرف الاضعف او الطرف الاقل يتفوق في مجموع اللقاءين. لكن لما يبقى لقاء واحد 90 دقيقه ممكن يبقى لقاء خاطف، ممكن ينتهي بضربات الترجيح، ممكن يعني يحصل فيه متغيرات كتير جدا. فبالتالي انا شايف ان الزمالك اذا دعم صفقه قويه زي كريم البركاوي مع جناح شمال قوي زي بن شرقي مثلا، زي ما في ناس قالت ان المفاوضات رجعت معاه، مع مثلا بدايل بقى اللي احنا حددناها في بعض المراكز، لاعب مثلا مع دونجا في المركز بتاعه، ولاعب مع عبد الله في المركز بتاعه، ولاعب بديل لزيزو. يعني اذا الزمالك مع طبعا حارس المرمى اللي احنا بننساه طول الوقت، انا بشوف ان الزمالك هيعمل جيل كويس ويتعامل مع الموسم الجاي بشكل كويس. يعني الموضوع كله مش هيبقى متوقف على قصه لقاء السوبر، لا يعني ممكن هنلاقي في اداء كويس بيتقدم مثلا في بطوله الدوري، في بطوله الكونفدراليه، في السوبر المحلي. انا كده خلصت. اتمنى اللي ما اشتركش فيكم في القناه يشترك، واللي عجبه المحتوى اللي احنا بنقدمه يعمل لايك، لان ده بيساعدنا على الانتشار وبيشجعنا على ان احنا نستمر في تقديم المحتوى، وبيخلي الزملكاويه اكتر يتعرفوا على الاكونت بتاعي. فاتمنى كده ان شاء الله ان انتم تكونوا متشاركين معانا وموجودين معانا طول الوقت، وشكرا لدعمكم المستمر، وان شاء الله نقدم حاجات افضل تليق بكم الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا.